ديالها. نكتفي غير بالبلا اللي غنشارك معكم وصافي. المهم خليكم مع التتمه ديال الفيديو. بوسات كبيرات ليكم، باي باي. ونبدا معكم بلا طارط او فلون كتجي بنينه. عندي جوج ديال البيضات، وحده كنديرها كامله وحده غير الصفر ديالها، 100 غرام ديال سكر سنيده، وعندي 100 غرام ديال المايزينا اولا 120 غرام ديال سكر سنيده اللي بغيتو، وعندي ساشي ديال الفاني. غادي نخلط هكا كلشي. بالنسبه للحليب عندي يطرو ديال الحليب اللي غادي نزيد. هنا قلت لكم مايزينا عندي 100 غرام، سكر 100 حتى 120 غرام على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. انا هنا درت 100 غرام ديال السكر. صافي غنخلط كلشي هكا مزيان. نزيد الحليب اللي متبقي عندي. هنا غنقلب كلشي في جبانيه كبر لان جاتني هذيك صغيره. غنحرك مزيان كلشي. جربوها البنات، هاد لا طاغطوفلو كتجي بنينه. المهم انا من العشاق ديالها. هنا زدت الكريمه ليكيد. الكريمه عندي 30 سيليلتر، يعني تقريبا كاس ونص بالعنبه. السكر ايضا عندي كاس ديال العنبه، وهذيك المايزينا بالعنبه حتى هي كاس، باش نعطيكم هكا العبر بالكيسان. صافي غنقلب كلشي هكا في كاسرونه ولا في شي حاجه، وغنديها على النار. ولكن قبل نوجد بعد اللاطه ديالي، نوجد فيها بعد لاباط، عاد نوضع، لان هذه خصها كيف نخلطها توضع نيشان مباشره. بالنسبه للاباط انا غير شريتها هنا رخيصه، يعني ما كاين الواحد يزيد عليه تماره ويقدر تصدق يقدر ما تصدقلكش، فهي رخيصه. هنا كنشريوها هكا واجده. صافي هكا كنتشكها هكذا كما بالشوكه بالفرشيطه باش ما كتنفخش ليا. وصافي وغادي ندوز نخلط دابا الكريمه الفلون ديالي. صافي غنبقى نحرك هكا على عافيه مهيله، ما تحيدوش يديكم ابدا باش ما يتحرقش ليكم داك الحليب مع المايزينا. كما شفتوا بدات كتعقد ليا. هنا كنطفي البوطه ونبدا كنحرك مزيان وهي كتعقد في داك السخونيه ديال البوطه. صافي دابا غادي ندوز نيشان مباشره نخويها في فوق اللاطه، فوق الطورطه اللاطه عفوا فوق الطورطه. وصافي كما شفتوا صافي انا خويتها وغادي ندخلها للفران على 180 درجه. ندخلوها للفرن تقريبا نص ساعه من التحت و10 دقائق من الفوق. ندوزو للطبق الثاني الرئيسي. هنا عندي بطاطا، المهم الكميه على حسب عدد الاشخاص. نقيتها درت فيها شويه د الملحه، خليتها كتستقطر مزيان باش كيتحيد لي من هذاك الماء ديالها وتنشف مزيان. وكنديرها هنايا هكا في اللاطه، نفرقها، نخوي عليها شويه ديال الزيت اللي عجبكم، زيت زيتون، زيت المائده اللي عجبكم. المهم هكا نرشها بشويه الزيت وندخلها للفران طيب من الفوق ومن التحت. هاد الطبق اولا هاد الكراطه ما عرفت شنو نسميه. المهم انا كنت كنديرها على شكل كراطه بالدجاج ولا بالكفته ديال لاداند ولا بالكفته بلا داند ولا بالكفته اللي بغيتو، كتجي لذيذه بزاف. هنا خديت واحد 4 ديال البصلات شلطتهم بحال هكا، درت شويه ديال الزيت عاديه المائده ولا زيت زيتون اللي بغيتو وكنحمرها. هنا باش نجمع خديت 5 ديال البيضات، شويه ديال البزار او الفلفل الاسود، القليل من الملح حسب الذوق والطعم ايضا. هنا غادي نزيد شويه من الفلفل الاحمر اولا البابريكا، ونزيد شويه ديال البقدونس اولا المعدنوس. صافي ونخلط كاع هاد العناصر كامله مزيان حتى تنسجم. هنا غيكون وجد لي الطبق ديال البطاطا تحمرت، وغادي نخليها تبرد ونخويها مباشره على البيض. هنا بالنسبه هذه اللاطه اللي خديت، هذه البنات راه من الحجم الكبير. البطاطا انا تقريبا راه استعملت واقيلا واحد 2 كيلو هكا. المهم هنا خرجت اللاطه ديالي من الفران، زعما اللاطه ديال البطاطا. اللاطه دهنتها بالزبده كما كتشوفوا كتجي محمره مقرمله زوينه. انا كتعجبني صراحه البطاطا هكا بهذه الطريقه في الفران. حتى في الكراطان هكا كنستعملها انا، كتجي بالكراطان خطيره يا البنات. المهم هكا كنخوي كميه كامله ديال هذا ديال البطاطا ونخلط مزيان باش تنسجم مع العناصر. ماشي مشكل عدد زعما ديال البيض، انا وقيلا كثرت درت 5، ولكن واخا هكاك جات مزيانه. صافي غادي نخلطها مزيان ونوضعها في اللاطه. الطبقه الاولى نوضع البطاطا هكا والبيض. تما قطعت في داك الطبسيل اللي كتشوفوا بيد شويه ديال جبن الموتزاريلا
كاختياري وصافي. تقدروا تستعملوا اي جبن بغيتو، تقدروا تضيفوا خضره وحده اخرى، ماشي اشكال. المهم انا درت داكشي زعما اللي عندي متوفر عندي في الدار واللي كياكلوه هما. المذاق ديال البطاطا معسل هكا البنات خطير خطير خطير. خصكم تجربوا هاد الاكله كتجي بنينه. المهم هنا زدت البصله من الفوق وغادي نزيد عليها شويه ديال هذا الموتزاريلا، جبن الموتزاريلا هكا كنفرقو، ونزيد شويه ديال الجبن المحكوك. المهم تقدروا تستعملوا حتى الجبن هكا شرائح، داك الجبن ديال لي زامبرغر حتى هو كيجي زوين، اللي مربع حتى هو مجرباها به كيجي بنين فيها. المهم هنا غنوضع واحد الكميه ونولي نوضع الطبقه الثانيه حتى هي بحال هكذا. المهم هنا راه ما كيبان لكمش المول، هو راه من الحجم الكبير حيت عندي واحد كبير وواحد صغير. استعملت هنا الكبير كيبان بحال راه صغير هذا راه الكبير كاع. عندي اللي صغر منه ما غيكفيش هذا صراحه، اللي درت شويه كبير بحال يكفينا. صافي غنزيد الفرماج هكا من الفوق محكوك. المهم الكميه كتبقى اختياريه، انا شاركت معكم هذا الطبق هذا كيجي بنين بزاف. حتى الوليدات هكا اللي ما كياكلولكمش هكا الخضره وداك الشيء تقدروا تستعملوا لهم هذا الطبق هكا بالخضره كيجي لذيذ بزاف. هنا راني جالسه كنصوب زعما الكراطه. هنا راني كنت خرجت الطبق ديال الفلو طاب ودرتو في الثلاجه باش يبرد. هنا البنات قطعت شويه ديال الفلافل هكا خضراء حمراء للتزيين فقط، وكيجي المذاق ديالها زوين. تقولوا لي علاش ما درتهاش في زعما الداخل فيها؟ نقول لكم حيت كتطلق الماء. انا مجرباها بها ما كتجيش كاع زوينه هكا، كتطلق داك الفلفله الماء ديالها ما تيعجبنيش انا المذاق ديالها لداخل. من الفوق هكا خضراء كيجي المذاق ديالها بنين وزوين. بغيتو ديروها من الداخل ديروها خضراء ما ديروهاش طايبه. وهنا البنات واحد النصيحه اخرى، ديما في لي كراطان ديالكم ولا في الاطباق هكا اللي فيهم الفرماج بغيتو يجيكم فيها واحد اللوين زويون واحد الديكور، ديما بقاو تشدوا شويه ديال التحميره ولا البابريكا كترشوها هكا من الفوق كتعطي واحد الديكور مزيون على الوجه. المهم هذيك اضافه وصافي. وصافي هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت كتجي خطيره. جربوها بعينيكم مغمضين البنات. زوين صراحه المذاق ديالها وحتى هما عجبتهم بزاف. المهم هنا رافقت الطبق بواحد لا سالاد هكا، الروز خيزو بطاطا شويه د المايز معلبه شويه قطع ديال الفلفل الاحمر خضره هكا خضره هكا درتها. ومهم ودرت واحد لاصوص خفيف هكا ليها. هنا الفلو ديالنا هو خرج زوين من الفوق. باش كنحمروا البنات باش ما كيتحقريش شنو كندير له؟ كندير شويه سنيده كندردرها عليه من الفوق باش كيعطيني داك اللوين هكاك مذهب وما كيتحرقليش كامل، لان جيتو طيبوه من الفوق كياخذ اللون هو دغيا كيتعطل باش يطيب وكياخذ اللون دغيا. صافي ساليت البنات الشغل ديالي كامل. جا وقت اللي نتهلاو في ريوسنا. هنا غادي نبدل الصباغه لانها شوفوا ضفراني يعني ما بقاتش زوينه. محرت هنا كاع اللون اللي غادي ندير وفي التالي درت داك المارو هكاك بريون زويون حتى هو. المهم هنا كنوريكم شنو غادي نلبس. انا غنلبس هاد لا سوميج في جيب بحال سموطارد بحال صفر مع واحد اللوين زويون فيها ما باينش هنا مزيان. سروال هكاك جاي شارلي واسع والمونطو الى رجع البرد ويوسف داك الكيطمه ديالو خلاص وصافي. كنحافظ على البشره ديالي باش كتشوفوا هاد الاشراق في البشره راه بحالي بحالكم. حتى انا الا هملتها كتولي حالتها كنعتني بها كتولي تحيا واحد شويه راه بحال واحد الورده. البشره ديالنا دايره بحال الورده، اعتنيتي بها سقيتيها كتنور، هملتيها راه كتولي حالتها. هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه ايضا طلبتوا مني انني نشارك معكم الغرفه ديال يوسف والديكورات والافكار. ان شاء الله كل شيء جاي تصبروا عليا واحد شويه لانني غادي نبدل الدار غادي نرحل شويه مخربقه مع الرحيل وهذا. المهم ان شاء الله غير القادم
ويما البنات صراحه حشمت نصور عندها مع اول مره غادي نشوف راجلها. المهم صورت لكم داكشي اللي قديت عليه، صورت لكم على التراس الجردة، المهم داكشي اللي غتستافدوا منه. زوينه صراحه، عجبتني الافكار اللي دارت، كيفاش بدلت الجردة، لا تيراس كيفاش دارت لها، عجبني. قلت تاخذوا منه فكره. يوسف راه كيلعب مع جداتو. هنا غرسه لي طوماط سوريز ومطيشه هكا كبيره، زوينه الصراحه. المذاق ديالها دايره العنب، غرسه. المهم بزاف ديال الحوايج غرساهم هكا في الجريده. هي